ظروف هي اللي خلاتني انا ما حليتش معكم اللايف البارح. وداك الظروف صراحه الله كاينين ظروف ما نقدرش نقول لكم داك الظروف، كاينين واحد الظروف كانوا صراحه الله فيها البكا يخلي داك الشيء هكا ما بلا ما نعاود لكم في هذا اللايف هذا. وكاين ظروف فيها الفرحه تخلطت علينا بالبكا والفرحه، والحمد لله الحمد لله اللي دارها الله هي اللي كتكون. يلا البارح شفتوا ماما ما تخيلوش الطريقه باش شفتها، انا ما غنقولهاش اوكي، ما نقولهاش داكشي غنخليه سري بيني وبين راسي وبيني وبين الناس اللي كانوا معانا، ولكن صدموني فريمون. تصدمت البارح، كانت واحد الصدمه قويه سبحان الله العظيم. بعد مرات كنكتشف راسي شي حوايج انا ما عارفاهمش في راسي، عندي واحد الحاسه ما يمكنش تخيلوا قبل ما تكون واحد لا سوربريز غيديروها ليا صافي ديك الساعات ماشي يقول لكم صافي سكت ضرب الطم. السيده ضربت الطم، السيده تخلعات تزعزعات، السيده ما غاديش تعاود لكم داكشي اللي وقع البارح، غادي تخليه بينها وبين راسها وبين الناس اللي كانوا حاضرين تما. وحتى سعاد خرجت حتى هي البارح وكتقول لكم باللي حتى هي الصدمه وما غاديش تعاود لكم حتى هي. هادشي اللي واقع سري حسي بسي، ما كاين لا التصوير ما كاين لا والو، كلشي كيسول شنو واقع شنو كاين. المهم الاخواني والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحه جيده. اي واحد شاف هذا الفيديو ودار اللايك الله يعطيه القصر في الجنه هو ووالديه. عاونونا غير بركه الاخوان، الله يجازيكم بخير. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لنا غير مسلم مع اخاه المسلم ما خصوش الا تخاصموا ما خصهمش يفوتوا 3 ايام، يعني 3 ايام ما خصهمش يفوتوها، واللي غادي يبدا بالسلام هو الاول، يعني هو اللي عنده الاجر اكثر. ولكن هادو الصلح المهم باش هاد الصلح خصو يدخلوا فيه الملائكه والجن والبشر وما عرفتش، ومازال ما كمل مازال وضرب سنين وسنين. واسمعوا دابا سيدي قالت لكم ما غنعاودش لكم هادشي، غادي نخليوه بيني وبين راسي وهادوك الناس اللي كانوا تما. هو عاود لينا يسرى شنو واقع. صافي بقات عليا نهار شوفي غنقول لكم ما تقلقيش، شوفي راه ماشي انا اللي درت هادشي، شوفي هادشي راه جات تلقائيا. قلت لها دابا غير قولي لي شنو كاين، قالت لي غنهضر معاك واحد الهضره ولكن ماشي هنا في البيت الاخر. قلت لها يلا البيت الاخر نهضروا صافي. قالت لي ولكن بلا تليفونات هكا، قالت لي بلا تصوير بلا حتى شي حاجه بحال هكا. انا كنت هازه تليفوني كنت هازه الميكرو، هادشي اللي كنت هازه، حتى الكاميرا كنت مخلياها. قالت لي بلا تصوير، قلت لها حنا التليفونات كاع غنخليوهم هنا. وبصح حطيت التليفون وحطيت الميكرو مشيت خاويه. دخلت البيت تخيلوا شدتني من يدي وداك البيت لقيت الباب ديالو مسدوده اول مره غتسد. صافي فاش دخلت لداك البيت قلت لكم دخلت لداك البيت هي بدات هكا شداني، تخيلوا شداني من يديا وكتدق وكتقول لي دابا هذا ما عرفت مالو، كتهضر على اساس كاين راجل. تخيلوا فاش حلت الباب اقسم بالله الا تصدمت، لانه اخر حاجه توقعتها في راسي هي هذه، اخر حاجه هي هذه اللي وقعت. ماماها هي اللي حلت الباب، كنلقى ميمه وماما جالسين، وماما دايره هكا وكتشوف فيا وماما جالسه. انا اقسم بالله العلي العظيم الى اخر حاجه توقعتها هي هذه. توقعت يكونوا دايرين لي سوربريز غاطو واو طا صافي هادشي اللي توقعت. اما هكا ميمه وماما جالسين ما توقعتهاش كاع، لان انا كنقول انا في مكناس ماما شداها للنهال ما كتعرفهاش. بزاف ديال الحوايج داروا لي في راسي بزاف بزاف بزاف، يعني صافي بقيت كنضحك ديك الساعه، بقيت كنضحك ما عرفتش باش تبليت، كتعرفي ديك اللي ما عرفتش باش تبلا. صافي بقيت كنضحك ياك ولدي بقينا كنضحكوا بقيت كنضحك تصدمت، راه فعلا تصدمت. تخيلي نتيا ما على بالك واحد الحاجه حتى كتلقايها. صافي فاش لقيت ماما وداك الشيء وهي ماما قالت لي شوفي راه ماشي انا دابا كلشي اول حاجه كلشي كيفكر عندك نتقلق منه. اي واحد مثلا اي واحد كيقول لي راه ماشي انا وما عرفتش شكون الجن، راه ماشي انا. بعد نهار قالت لي ماشي انا، هويا قالت لهم انا لا 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 لا. المهم كلشي ماشي هو كلشي. شوفوا الخلاصه ديال القول في هادشي كامل هو انه كانت ماما ملي شافتني مع نهال تواصلت معها وقالت لها انا باغا نتصالح وداك التخربيق كامل يمكن على ما فهمت. ونهال هي قالت لي راه ماما اتصلت بها ما قالتليش قبل، يعني حتى لديك الساعات وفاش هضرنا وداك الشيء. الوقيته اللي كنت انا دايره هذا الميكروبليدين راه مشات تجيبها
جابتها دخلتها من واحد الباب لوراني انا ما شفتهاش، جلسوا تانستالاو هضروا يمكن شويه، عاد دخلت انا عندي السيده وقالت لي وما هضرتش معايا غير بحال حسيت انا بشي حاجه ماشي هي هذيك. تا دخلت عاد شفت انايا هذه المفاجاه وعاد شفت هادشي هذا اللي ما كنتش عالمه عليه نهائيا، اقسم بالله ما كنت عالمه عليه صراحه. دابا الخلاصه ديال القول فهادشي كامل، بعدا اول حاجه نقولها تحيه لمامات نهال وتحيه لنهال وتحيه لكل شيء، تحيه لاي واحد كيجري في الخير، واي واحد كيقول كلمه زوينه، واي واحد كيبغي القلوب ترعدى وما كيبغيش يجي يزيد يشعل الفتنه، لانه الفتنه اشد من القتل اول حاجه. وكاين اللي كيبغي يزيد ما كيبغيش الامور تكالما، كاين اللي كيبغي يزيد يشعلها، كاين اللي كيبغي يزيد يشخدها. هادو اش غنقول لكم، هذا الخلق هذا الله يعفو عليه من هذا الشيء هذا اللي كيدير ويراجع راسو، لانه اللي كيبغي يبقى يشوف ديما المشاكل في واحد الحياه الانسان وهو يكون عنده الحياه تكون صافيه سما صافيه، ولكن يشوف بنادم كيتمحن وكيشوف بنادم ديما عنده المشاكل. زعما الله يخط فيكم الحق، هادشي اللي غنقدر نقول. شنو بغيت نقول لكم، تحيه لمامات نهال المسكينه، عرفتوا شحال هضرات بعدا غير دخلت لقيتها اول وحده كتهضر معايا ولقيتها هي الاولى، عاد المهم عاد بنت لي ماما بقات كتهضر. المهم هضرت بزاف كتهضر انا ساكته. في الاول كنت كنضحك من بعد سكت. المهم بقات كتهضر حتى هي، دخلوا المواضيع اخرى، بقاو كيهضروا على المشاكل، بقاو كيهضروا على الحياه. المهم هضر راكم عارفين العيالات ملي كيتلاقاو راه واخا ما يكونش موضوع كيخلقوا منه 2000 موضوع، العيالات ملي كيتلاقاو سبحان الله ما كيكونش كاع سوجي كيخلقوا بالحاره كيكون موضوع. عرفت واحد الهضره وانا ما واكلاش نهار كامل وجاني الجوع وكنتقطع بالجوع ديك الساعات. المهم هضر وباغيين غير نمشيو ناكلوا. دابا باغيين انا باغي ناكل واخا بنينا نجي ناكل ما كناكلش، المهم شي حاجه تلح في حلقي وصافي هي هذيك. المهم الخلاصه ديال هادشي كامل هو هادشي ديال الصلح. اكثر حاجه كانت مهمه فيه هي هاد البارتي، اكثر حاجه كانت مهمه هي هاد البارتي. علاش؟ لانه انا ماما كانت كتهضر معايا، هضرت معايا في واتساب ياك، انا ما كنجاوبهاش. علاش؟ حيت كتقول لي شوفي راه بغيت نهضر معاك، باغا ندير لك العرس، باغا ندير لك هذا، صرت لا اودي قلت لها شوفي راه ما كاينش العرس، راه انا وياك خصنا نهضروا، خصنا نجلسوا طابل عاد يكون خير. اما عرس ديري لي عرس نتلاقاو باش نهضروا على العرس، راه داكشي ما واكلش. راه انا ما بغيت منك والو ماديا، ما باغا حتى شي حاجه. راه ما كنهضروش على الماديات ولا غنتغرى انا بشي حاجه ولا بشي صوم ولا غنتغرى بالحفله ولا نهائيا. حفلات اللهم لك الحمد، شوفوا ما كتغرين، ما غيغرينيش انا داكشي انا ما غيغرينيش. راه صيفطات ليا وعاودت بنتي غندير لك العرس نو، خاصنا انا وياك جلسه. انا هادشي اللي قلت لها في واحد الاوديو، انا وياك خصنا جلسه، ماشي السلام عليكم وعليكم السلام وشنو غنديروا في التريتور الفلاني ونلقى في الفلانيه. حتى داكشي ما كملش الله لواحد الاسباب فشي يشكل. المهم لانه بزاف في الاول كنحسب لهم انا راني تزوجت وكلشي، فهمتوا؟ سمحوا لي اول حاجه نقولها لكم، ما كاينش الزواج كيتخبى. ما يمكنليش انا نتزوج وما نقولها حتى شي واحد، ماشي ما يمكنليش بيان سور، ماشي ما يمكنش ليا، يمكن ليا، ولكن انا كفتاه ما يمكنش الروح ديالي تعطيني نتزوج بلا ما يكونوا معايا ناس هكا ولا يحضروا للعرسي ولا هكا. المهم ما يفرحوش يغضبوا يطحوا راسهم، ولكن ضروري يكون هكا لا فامي القريبه، ضروري. بالنسبه ليا انا كنشوف لحد الان عندي هذه الفكره، يعني داك الزواج حسي مسي بحال نو مالنا سارقين، ما يمكنش. هادشي اللي كاين البنات. و بقينا كنهضروا، هضر قول صنع فعل، ما نتفقوش على هادي نتفقوا على هادي، نشوفوا الحل الوسط. في الاخير كاين تقريبا واحد الحل الوسط تقريبا. هي الجلسه ما تسالاتش صافيه 100%. السيده كتقول باللي راه الجلسه ما سالتش صافيه 100%، لان مازال هناك حلقات وما زال هناك فيديوهات. تلاقيت مع ماما، خرجت ماما، اتصلت بيا ماما، هضرت مع ماما. المهم الفيديوهات غادي يكونوا بزاف، عاد غادي نشوفوا واش غادي يكون الجلسه غادي تسالي بالصلح 100%. المهم سعاد بغات دير العرس لبنتها، اودي غير تصالحي معايا غادي ندير معاك، يعني غادي ندير معاك المزيان، ندير لك العرس فابور على المهم زعما على حسابها. وناري يا عباد الله، هاد الصلح هذا بغاو يديروا به مسلسلات وبغاو يدخلوا فيه البشر، يعني ما عرفت شكون اللي بغا يدخل به كاع. وصافي راه وقع اللي وقع. الى عندك الغرض تصالحي مع امك مرحبا، تصالحي معاها
بدون بروتوكولات، بدون يعني ما يدخلوا الناس، بدون الافلام، بدون والو. عباد الله وعباد الله، هذا الشيء والله يعني هذا الشيء اللي ما كيعجبناش حنا نسمعوا. المشاكل بين الام والبنت عباد الله راه ما يمكنش. المهم الله يكمل بخير، تصالحوا هنيوا السوق. المهم ديروا لايكات الاخوان، لكم واسع النظر، والسلام عليكم.